اخوان الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يجعلكم القدم بعين حسنه، الله يجعل البركه وسمحوا لنا. الله يجعل البركه، الله يجعل البركه وسمحوا لينا كما قال هذا. ولكن قبل هالشيء هذا احمد الدراجي راك بشهادتك انت وكلشي كانوا عارفينها، يعني حنا بعنا الماتش احمد الدراجي، بعنا الماتش باش نهزمنا ياك، وبعنا الماتش بشهادتك انت تقول لهم اودي المدرب عنده ضمانات، يعني عطينا هاد الضمانات، ضمانات يعني وليد صادي ولا الدوله بعت الماتش ولا ما فهمناش حنا، يعني هذا اتهام خطير حافظ الدراجي. حنا ولينا نبيعوا ليه الماتش باش ما نلعبوش مع المغرب، يعني وبعنا الماتش باش نهربوا على المغرب ما نلعبوش مع المغرب، يعني هذا واش بغيت تقول لنا في التعليق ديالك؟ ملي بديت وانت عنده ضمانات، يعني هاد الضمانات ديالك، يعني حنا بهنا الماتش باش ما نلعبوش مع المغرب خوفا من المغرب، وكانت معروفه هذه ما غاديش نلعبوا مع المغرب خوفا من المغرب، ولكن انت تاكدتها في التعليق ديالك، وزاد اكدها المنتخب اللي كان فظيعه ما قدرش يلعب كاع كره القدم، والمنتخب اللي سيطر عليه المنتخب النيجيري، وباش ترميو الشماعه على التحكيم، لا ما ترميليش الشماعه على التحكيم، فريق ضعيف، فريق نيجيري كلاك بريمير ميطو، كلاك كوره فاش كلاك كوره كلاك، يعني ضرب انت سي حفيظ الدراجي اكدت المقوله ديالك الشهيره بانه عنده ضمانات، وتفات قناه كبيره كي البي ان سبور متحاسب على هذا الكلام ديالك اللي في قناه عالميه وقناه كبيره، وملي بدا الماتش وانت غتستفز، وانت الحكام خاصو يعطي الحكام، وانت حاطي الحكام، وانت عندك وليد صادي اللي جاب لك حكم مصري اللي فوتك مع الكونغو، وكنتوا باغيين تكولسوا الاقجاع مع المقابله ديال الكاميرون، ما قدرتوش جاتها جبل. البارح شفتوا المستوى ديال المغرب العالي بزاف، قال كيفاش نديروا نروح نبيعوا المقابله النيجيريه باش ما نمشيوش، قال لعابه طيحوا الريتم وخليوا نيجيريا تفوت، هذا واقع شفناه اليوم في الميدان. ما تجيش انا تبكي لي ضرك وتقول لي بانه التحكيم وتمحيها في التحكيم، راه التحكيم ما كان فيه والو من الاخر. هذيك ضربه جزاء تاع الكره اللي دخلت، لو كان الخط مليح تقول لك الكره دخلت، راه كاع كيف جات محاوله منا كيف بصح في اللعب ما كان والو، بح كان لا محرز لا لعابه لا بيتكوفيتش مع العالمي لا بيتكوفيتش، وفضحتونا. بصح هادشي كلشي من الضغوطات ديال الصحافه اللي قال لك حنا عندنا منتخب عالمي، قال لك عندنا داك حاقريننا، دايرين مؤامره، دايرين كولاسه، وانت بايع الماتش النيجيري خوفا من المغرب. هذا هو فين وصلنا للمستوى، وصلنا تبيع الماتش النيجيريا، تبعتوا الماتش النيجيريا خوفا من مواجهه المغرب. هذه حقيقه وهذا واقع، وبشهادتك انت كمعلق اللي علقت في هذه المقابله، يعني عيب انت كمعلق تقول في قناه كبيره بالله عنده ضمانات، يعني انت راه عندك الادله، يعني عطينا الضمانات على وليد صادي بانه باع الماتش باش حنا كجمهور نرتاحوا. انا كمتتبع انا من نسمع الضمانات صافي قلت اودي رانا بايعين الماتش صافي خوفا من مواجهه المغرب، لان المغرب قوي وقادر يمرمدنا بخمسه سته ويجري علينا، ولينا لهذا المستوى حافظ الدراجي. وتقول جات وانا نهار اللي كنت نهضر قلت لكم الفريق ضعيف طلعتوه بالدفاع غير باش الجمهور ما يجريش على وليد صادي وجماعته، لانه انا عارف واش واقع. جبتوا صحفيين يشكوا في المغرب ودرتوا اي حاجه. شوف، ثم ادخل الجنة كل من يضع إعجابا واشتراكا ويستغفر الله في التعليقات، اللهم آمين.